كي غندير نقول له خويا انا ديت دير كونترول، ديت الوالده دير كونترول ماتت، كي غندير نقولها له حتى هو معاهم في البوليس. شاب جاء بأمه إلى مصحة تمشي على رجليها فإذا به يخرجها محملة في نعش نحو مثواها الأخير. وإلى التفاصيل، انتشر يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب من مدينة الناظور يكشف فيه عن تفاصيل مثيرة لوفاة والدته داخل مصحة خاصة بالمدينة، وذلك بعد خضوعه لعملية بسيطة على مستوى شرايين القلب. وحسب تصريح الشاب في شريط الفيديو الذي أحدث جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، فإنه رافق والدته وهي بصحة جيدة لإجراء بعض الفحوصات بالمصحة قبل أن تتم مطالبته بإخضاعها لعملية بسيطة على مستوى شرايين القلب. ويضيف الشاب أن الطبيب الجراح وضح له بأن العملية ستكون تسريح شرايين القلب، وهي عملية جد بسيطة لن تتجاوز نصف ساعة، لكن بعد مرور ساعتين تم إخباره بأن حالة والدته جد حرجة بسبب مضاعفات العملية ونزيف داخلي قبل أن يصدم بخبر وفاتها. وحسب المتحدث ذاته فقد رفضت إدارة المصحة تسليمه الجثة من أجل الشروع في إجراءات التشريح والدفن قبل أداء مبلغ أزيد من 6 مليون سنتيم. وبالفعل قام الشاب بتسديد المبلغ الهائل كاملا حتى يتمكن من إخراج أمه من المصحة. وقد استنجد الشاب في الفيديو بوزير الصحة والنيابة العامة للتدخل في القضية من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة والدته والاحتقار الذي تعرض له داخل المصحة قبل وبعد استلام جثة أمه. وبالفعل تدخل وزير الصحة شخصيا، وقد أمر المندوبية الجهوية بتعويض الشاب في المبلغ الذي دفعه للمصحة كاملا، وقد توصل الشاب بالمبلغ كاملا كما أدلى بذلك في فيديو يوم أمس. وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا لمعرفة ملابسات هذه الفاجعة المؤلمة.